ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل تورتتين احلى من بعض. هما غاليين على قلبي الاتنين. عاملاهم يعني ناس غالية عليا قوي قوي قوي. فالحاجة اللي بتبقى يعني معمولة بحب كده بتوصل للقلب على طول. هنسمي الله كده ونبدأ ونقول عملنا ايه. اول حاجة انا خبزت سبونج مقاس 20، آه، 4 بيضات و200 جرام من الدقيق، وعليهم 100 جرام من السكر، ومعلقة محسن، ومعلقة بيكنج باودر. طبعا معلقة المحسن كانت 35 جرام، ومعلقة البيكنج باودر 10 جرام، ونص كوباية من السكر، و نص كوبايه من الميه. ضربتهم على سرعه، وبعد كده خبزتهم في الكادر على مقاس 20، ودخلتهم على درجه حراره 180. شغلت الفرن من تحت بس، ولازم ادخل السبونشات على نار يعني على الفرن سخنه. خدت معايا 40 دقيقة وطلعتها بردت تماما. وبعد كده ابتديت افرغها من الكادر. والناس اللي كانت بتسألني الكادر اللي اخبز فيه يحصل له حاجة، انا بقالي داخلة في اكتر من سنة بخبز في الكادر وما بيحصلش اي حاجة. وما شاء الله بيطلع مرتفع، وكمان احسن من الصواني بالنسبة لي. وبقدر اظبطه على اي مقاس انا عايزاه معاك لغاية مقاس 35، يعني من مقاس 12 تقريبا او 10 كمان لحد مقاس 30 35. تقدري تظبطي الكادر زي ما انت. قطعت كده التورته بتاعتي وابتديت اعمل طبقات تمام. وهبتدي اقفلها بكريمه بيضاء. التورتايه دي كانت معموله لابني، انا حسيت ان البورد صغيره على فكره. وبعد ما اشتغلت فنقلتها على بورد اكبر شويه. التورته دي كانت عيد ميلاد محمد ابني، تم ال 12 سنه. هو التالت في ولادي. بس هو بقى بيعشق الكوره، يعني الكوره بالنسبه له حاجه مهمه قوي قوي، اهم مننا احنا نفسنا في حياته. فنفسه يبقى لعيب كوره كده وبيحب الاهلي، وبيحب رقم 7، بيحب كريستيانو. فهو بالنسبه له كده الكوره يعني عشقه. فادعوا له كده، يمكن ربنا يجعلها ساعة استجابة. ربنا يحقق أحلامه يا رب، وهو واخواته، ويبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب. بصوا، انا بعد ما ضربت كده الكريمه، حطيت عليها درجه اللون الازرق دي. انا كنت عايزه الدرجه تبقى زرق. فعملت من الكريمه، خدت منها معلقه وحطيت عليها شويه من الجيلو الشفاف عشان نعمل الايسنج زي ما انتوا شفتوا. وبقيه الكريمه هنعمل بيها روزيتات. الدرجه دي عشان تطلع فضلت احط من اللون الكحلي يعني كذا نقطه لغايه ما طلعت لي الدرجه دي، لان هو التورتايه دي هو اللي مختار شكلها ومختار الكلام اللي هيكتب عليها والطباعه وكل حاجه. وهو كان واقف جنبي يقول لي حطي دي هنا ودي هنا. ويمكن الناس القديمه اللي عارفه، يعني عارفاني وعارفه ولادي، حضروا كذا يعني تورتايه لمحمد في عيد ميلاده. كان بيبقى واقف جنبي وهو بيقول لي اعملي ده وحطي ده هنا ومكانه. فهو كان بيقعد يشاور لي. طبعا هو كريستيانو رقم 7، وهو رقم 11. فهو اختار الرقمين، يعني اختار التيشيرت بتاع كريستيانو والتيشيرت بتاعه هو رقم 11. واختار برضو الطباعة بتاعة الكورة والعلم بتاع الشعار بتاع برشلونة والكور وكل حاجة هو اللي مختارها. هي التورتاية سهلة وبسيطة، ويعني أهم حاجة إن احنا نعمل لأولادنا اللي هم بيحبوه. ربنا يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا يا رب. ووزعت كده شويه من ورق الذهب. والله التورتايه دي هو اللي جايبها من على النت يا جماعه، والله انا ما اخترت حاجه. هو اللي جابها من على النت، وكان واقف جنبي وقال لي هتطبعي لي ده وهتعملي ده. وطبعا كتبت على التيشيرت محمد. بس يعني هو لو انا بطبع كده غيرنا بس حاجات بسيطه كده. و... ودي كانت اول تورتايه بتاعه محمد ابني. والتورتايه التانية الغاليه على قلبي قوي 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 بتاعه ولادي برضو. وربنا يبارك لي فيهم كلهم. بص، انا بس عملت بالكريمه اللي فاضله على فكره. دي بقى الاضافه اللي انا ضفتها من عندي. هي كانت التورتايه ما فيهاش من تحت ازرق كده، وهو اتضايق لما انا عملت كده. قال لي لا انت كده بوظتيها وبتاع. بس انا قلت له لا، هي شكلها كويس ما فيش اي حاجه. حطيت بس بقيه الكريمه كده آه، عاملين الجناب. وعملت له حرف الام وكتبت له رقم 12 عشان عيد ميلاده. يعني هو كمل 12 سنه. يا رب يديله العمر الطويل يا رب يا حبيبي يا ابني، ويبارك لي فيك. التورتيه التانية دي بتاعت يعني اغلى ناس في حياتي هم ولادي برضو. وزي هم زي ولادي وولادي فعلا، ربنا وحده اللي يعلم. كان عيد ميلادهم وحبيت اعمل لهم التورتيه دي. التورتيه دي عملتها نص صاج. وكنت بحط بين الطبقات كده، بين كل طبقه وطبقه جناش. واحسن حاجه تعمليها وانتي بتفضي يعني بتنقلي الطبقات بتاعه السبونج. تنقليها بالصاج نفسه، يعني تفضيها من الصاج على على التورتيه على طول. دي احسن حاجه، ما بتخليهاش تكسر منك. وكل ما التورته تبقى كبيره تعملي كده، هيبقى الموضوع هيبقى احسن.
قفلت التورتايه كده بكريمه شوكولاته، والتورتايه دي خدت مني 250 جرام من الشوكولاته، ربع كيلو. وقفلتها كده زي ما انتوا شايفين، ودخلتها التلاجة تسقع شويه. بعد كده رجعت عملت جناش، جناش بشوكولاته فيينا، والكريمه اللي بشتغل بيها سوبر كواليتي. قفلتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اجيب بقى اللي هو القمع اللي بنعمل بيه ورق الشجر، وهعمل زجزاج كده زي ما انتوا شايفين بالدرجه البيضاء. التورتيه دي ما يعني هي انا يعني انا عاملاها، مش واخده شكلها من حد، انا فضلت اقول انا هعمل ايه، عماله اقول يا رب عايزه حاجه تكون حلوه جميله تعجبهم وتناسبهم وتناسب سنهم يعني. هو احمد من سن محمد ابني، وعبد الرحمن من سن عبد الرحمن ابني، اكبر منه بسنه. فهم كان عيد ميلاد ولدين، وهم اغلى من عينيا والله بجد، وربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي زي ولادي بالظبط، وربنا يبارك لي فيهم ويديهم العمر يا رب والصحة، ويخليهم لباباهم. حطيت من الناحية التانية كريمة جناش ابيض على جناش غامق، وهنا حطيت سبريت لوتس، خففته كده وحطيته الناحية التانية. تمام. ببتدي احط بس ايه، لو في مكان حاسه ان فيه الجناش قليل ببتدي ازود. هدخلها التلاجة تشد شويه قبل ما اعمل اي حاجه. عملت بقى الحاجات اللي اتحط من فوق، كتبت اسم احمد وعبده. طبعا عبد الرحمن كانت هتبقى كبيره، فانا اختصرتها بعبده، وعملتها حروف كبيره بالمولد السيليكون، الحروف الكبيره مش الصغيره. وحبيت احط عليها ضغط كده فضي من الحرف من فوق، علشان يدي تحس شكل كده كويس ونضاره كده للتورتايه. وجبت المولد بتاع ورق الشجر، وحطيت فيه برضو، صبيت فيه شوكولاته بيضه، وكمان القلوب اللي هي البيضه. القلوب البيضه دي انا برضو شوكولاته بيضه، الشوكولاته اللي بشتغل بيها فيينا، سواء شوكولاته حليب او شوكولاته دارك، الاتنين بشتغل بفيينا. انا بحب فيينا جدا في الطعم، وبحس ان خلاص الناس متعوده على طعمها، مش بحب اغيرها، مع ان كواليتي كويسه. يعني الفرق بين دي ودي على فكره 30 جنيه في القالب، بس بصراحه فيينا حاجه تانية. دي كانت الطرق بتاعتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني.